البيج ياسمين يا جماعة. اللي ما يعرفهاش دلوقتي هيعرفها من خلال الفيديوهات دي. نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونتفرج ونشوف لحد الآخر. على فكرة دي ست يا جماعة، ست، دي واحدة ست اسمها ياسمين. دي ست، هي نسيت انها ست على فكرة. ساعة عمليات التطهير اللي حصلت في التيك توك خافت انها يدوها محتوى غير لائق، فراحت بقى ايه، لبست الباروكة. وده كان في يوم عيد، ربنا كرمها ولبست الطرحة يومين او يوم العيد بس. فانا بقول لكم تعالوا شوفوا بقى فيديوهاتها وقولوا لنا ايه رأيكم. شوفوا رد الفعل بتاع البنات اللي حوالين منها كده يا جماعة. بصوا، دي قالت ما بدهاش بقى. ما هو كده، ما انت ست حلوة اهو، ما انت ست حلوة اهو. ايه لزوم التقلية دي؟ ولا سمعتي بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله النساء المتشبهون بالرجال، ولعن الله الرجال المتشبهون بالنساء. بصوا الرقصة حوالينها شباب صغير، لازم تكون قدوة، هي قدوة حاليا. بصوا الحلقة، بصوا الحركة دي، لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيكم ايه انتوا يا جماعة؟ دي مثل الطيور على أشكالها تقع، والمثل ده ينطبق على الرقصة دي وعلى الصحبة دي. شوفوا هي بتهز رجليها يا جماعة، والله دي مش كجولة خالص. في ناس تفتكر دي روشنة وحاجة حلوة، حرام. انت ست وعاملة جيم وعاملة والحوارات دي كلها ماشي، بس مش باللبس ده ولا النيولوك ده ولا الشعر ده. يا جماعة هي في الجيم، بصوا الحركة دي. مم. لازم الحركة دي، أنا مش فاهمة. تبصوا الحركة دي اللي هي بتمشي صباعها على رقبتها. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. بصي الناس هناك بتتفرج ازاي عليها. هنا داخلة في حفلة أو حاجة كده. بصوا عاملين زي توم وجيري وراها. عارفة العمالقة دول اللي والله هم الرجالة حلوين وراها. يعني حلوة الرياضة للرجالة ما شاء الله، وأجسامهم حلوة يعني فورمة وكده. بس ست يعني أهو، شوفوا تحدي وحاجات بتعملها كتير. معرفش بقى في حفلة ولا ايه بالظبط. زي ما انتوا شايفين حواليها شباب ومراهقين بيقتدوا بيها يعني. يا ريت اسمع رأيكم. هنا تبصوا قصة الحاجب، انا عايزة افهم ايه يعني. تبصوا الحركة دي، دي ست يا جماعة، انتوا فاهميني؟ دي ست
وهي وبتسوق العربية. شوف بقى، ويمين تبص يمين وشمال وسايبة الدركسيون. يلا متنسوش اللايك والاشتراك يا حبايبي، هتشوفوا من ده كتير.